يبغى صباعه يبقى وليد ما يمطيش عند عبد الصالح. نصيحه مني لك. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. بحول الله في هذا الفيديو هذا غادي نحاول انني نشارك معكم واحد الفيديو على واحد السكاكين ديال يعني ديال المطبخ. بالنسبه لهاد السكاكين اللي عندي في يديا ديال الكويزين، يعني ديال اللي شاف الكويزين كيف كتشوفوا. هو هادو بالنسبه لهاد السكاكين هادو ديال واحد الصديق عنده واحد المحل ديال البيتزا، يعني بيتزا تاكوس بانيني. وكنعرفوا ان هاد المحلات ديال الاكل او داكشي كيحتاجوا يكونوا عندك سكاكين دائما ماضيين، يعني بحكم العمل بهم، يعني دائما كانت تكون تقطع، تكون شحال من حاجه، وضروري ما يكون الموس ماضي باش انه يعاوننا في الخدمه. الموس اللي عندي الان كيف كنشوفوا الحاله ديالو، وهذا يعني ما ماضيش، يعني بكثرة ما الخدمه ديالو يعني مات له الحرف ديالو، ما بقاش خدام مزيان. وبالنسبه للسكين الثاني كذلك، يعني ما بقاش كيف كتشوفوا، ما بقاش انه فيه المضه، يعني كندوز يدي ما كاينش. غنديروا واحد تيست على حسب الورقه، يعني كيف كتشوفوا ما كاينش، يعني ما كاينش شي حاجه، يعني الموس ما ماضيش في مره، كتشوفوا ما كيقطع ما والو. كذلك السكين الثاني يعني حافين. غادي نحاولوا نخدموهم بلا ماشين اللي عندي هنا. بالنسبه لا ماشين اللي عندي هي هذه، انا ديجا عندي في الفيديوهات اللي من قبل، يعني ديجا هضرت عليها، عند معلومات عليها. دائما كنستعملوها ملي كيكونوا عندنا السكاكين يعني الحروفه ديالهم 200، كنستعملوا دائما الماكينه هي الاولى، باش اننا كنحاولوا فقط نخدموا غير على الحرف التحتاني بوحده، يعني ما نضطروش اننا ندخلوا في الموس بزاف ونخسروه. كيف كتشوفوا يعني غنحاولوا اننا نقادوا حرف جديد، يعني بكثرة ما تستعمل هاد السكين يعني ما بقاش فيه الحرف. كيف كتشوفوا هو يعني هذا ديجا مضى شي واحد، ما كيف كتشوفوا يعني خرج عليه. ما نحاولوا اننا نديروا الاصلاح ديالو ان شاء الله، وغادي نوريكم النتيجه من بعد ما كندوزوهم دائما في الماكينه. كيف كنقول لكم دائما ملي كيدوزو في الماكينه كنحاولوا اننا ندوزوهم في الحجر ديالنا، يعني هذا الحجر سبيسيال ديال الخدمه. يعني الا جينا نشوفوا في لابرازيف ديالو كنلقاو انه الرقم ديالو 3000 8000، يعني هادو يعني ماشي شي حجر اللي عادي. بالنسبه للثمن ديالو كما اشرت في الفيديوهات السابقين كيتراوح ما بين 300 درهم حتى ل 1000 درهم على حسب الحجره كيفاش تكون دايره. وكذلك عندي حجره اخرى اللي هي فيها الرقم 1000 و 4000، يعني دائما كنستعملوا الارقام الصغيره ومن موراها كنعاودوا الارقام الكبيره. بالنسبه لاي واحد يعني باغي الرقم ديالي او يتواصل معايا على حساب شي حاجه، مرحبا. كذلك كنتعامل مع المحلات ديال السوشي، يعني اختصاصي في السكاكين ديال السوشي نطيهم. وكذلك اللي بغى يصايب يعني موس السوشي او موس ديال المطاعم، كذلك كنقوم بالصناعه ديالهم. فقط المرجو توفر واحد الرخصه او واحد الالتزام باش انني نحاول انني نصنع لك السكين اللي بغيتي على حساب الطلب ديالك. من بعد ما مضيناهم وساليناهم كيف كتشوفوا يعني خدمنا فقط على هذا الحرف الاخر اللي هو هذا. يعني دابا الا دوزت يدك هنا غادي تجرح، يعني غادي تقطع لك يدك. كيف كتشوفوا هو. وكاين هذا كذلك حتى هو فينينه، يعني ها هو
فقط كنخدموا غير على الحرف التحتاني. غنديروا واحد التيست بواحد قطعه الورق كما درنا في الاول. يعني ها هو الموس ماضي. بالنسبه لهاد الورقه اللي كنقطعها دابا حاليا، يعني ماشي ورق عادي، يعني شويه قاصح، يعني تعطيك الامكانيه انك تيستي الموس في شي حاجه اللي كتكون شويه قاصحه. هانتوما نجيو للسكين الاخر ديال المطبخ اللي هو هذا. يعني السكين ديالي ولا حاد. غنحاولوا اننا ندير معكم واحد التيست. شوفوا او انا يعني حيد الشعر، ودابا غنحاولوا اننا نجمعوهم ان شاء الله وغنديهم للسيد في المطعم ديالو، وغادي ندير لكم واحد الفيديو تما عنده ان شاء الله بحول الله تعريف المحل اللي بغى شي حاجه ولا شي خدمه ولا شي حاجه مرحبا به. بالنسبه للمحل هو هذا كيتواجد في بالقرب من السينما ديال الاطلس اللي كانت هي هذه حدا البلاكه ديال الطوبيس. هي هنا ايت الكوش، كاين ايت الكوش واحد ايت الكوش جوج، قريب للبنك اوف افريكا. غنشوفوا دابا ندخلوا نشوفوا السيد. هذا هو المحل، الموني هو هذا، يعني اثمنه في المتناول ديال الجميع. السلام عليكم، تحياتي السي طارق الصديق ديالنا طارق. الشيف ديال عبد الصمد كيف الحال؟ هانتوما تبارك الله داك الشيء نقى. بيتزا يا سلام. هذه بيتزا صغيره ديال الفرويد. مرحبا والف مرحبا. نشوفوا الموس اخويا اللي جبتي لينا. والله يعطيك الصحه اخويا عبد الصمد، كيما مولفين معك ديما الجوده. مسائلك راه هما مضبوطين كيما مولفين. انت اخويا عبد الصمد اللي بغى يحافظ على الصبيعات ديالو ما يمشيش عند عبد الصمد يربي. شوفوا هذا الموس هذا كي داير بعدا. الله يعطيك الصحة خويا عبد الصمد. فعلا هادشي عندك تيجرح. الفرماج معلك. ريمتي زوين فريمي شي بان. مرحبا والف مرحبا. تحياتي للغيسي. تحياتي الصباع يبقى وليه ما يمطيش عند عبد الصمد. نصيحه مني لك. تحياتي، فيديو اخر ان شاء الله جديد.